عايز حضرتك كده تتخيل بعد 7 سنين ما ترخص عربيتك سنة و2 و3 و4 و5 و6 و7، ييجي المرور ياخد العربية، ليه؟ يقول لك أصل الإفراج الجمركي مش موجود بتاع العربيات دي. طب أنا كإيه ذنبي صاحب عربية؟ أنا إيه ذنبي يتخرب بيتي؟ يعني أنا ذنبي إيه؟ يعني أنا واحد أشتري منه العربية، شركة أشتري منها العربية وفي الآخر أنا تتاخد مني العربية يتخرب بيتي؟ طب أنا أروح لمين؟ مين يقدر يقدر إن هو يحل المشكلة دي؟ سبع عربيات من مركز أمشيت تبع في مدينة طنطا، يعني بين طنطا وكفر الشيخ. إيه المشكلة؟ يعني الناس دي تعمل إيه؟ الناس دي طبعًا هنصور معاها لأن هم يعني إن شاء الله قريب أوي هنصور معاهم وكل واحد هيقدر يقول مشكلته. طب الناس دي تروح لمين؟ وهو لو راح أساسًا للوكيل بتاع العربية دلوقتي هيقول له إيه؟ لأ ده أنا ما ليش دعوة بالمشاكل اللي فاتت، أنا بتاع النهارده. إزاي؟ ما هي دي علامة، يعني حتى لو أنت بتاع النهارده والّا بتاع امبارح، طب هو هيروح لمين؟ ما هو الراجل بتاع امبارح مشي، اللي كان واخد الوكيل قبل كده العربية مشي. الناس دي تعمل إيه؟ طب مين بقى يقدر يجيب حقوق الناس دي؟ عشان كده أنا النهارده باقول لك يبقى كده الناس تقلق إن هي تشتري أي عربية من العربيات اللي هي الشركات الجديدة اللي هي بتنزل. طب أنا بقى لو أنا عايز أشتري عربية وأبقى متطمن، إيه هي المواصفات الشركة اللي أنا أشتري منها العربية؟ أنا معاكم عزت المصري، صباحكم زي الفل. النهارده الاتنين، تعالوا نشوف هنقول إيه في الفيديو ده، بالراحة كده وواحدة واحدة، وأي حد عنده تعليق يقول لنا وإحنا إيه نعرف إن إحنا إيه نرد عليه، ماشي؟ الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. النهارده الاتنين، النهارده 16/9/2024، كل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة مولد النبوي الشريف. أعاد الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما شفت حضراتكم كده في المقدمة، اتصل بيا بالتليفون أحد الناس اللي في مدينة في مركز أمشيت تبع مدينة طنطا، فقال لي إن حصل إن المرور جم خدوا 7 عربيات بتوع كان موجودين عندنا في البلد. وإيه السبب؟ عشان بيقول لك ده مفيش الإفراج الجمركي. بعد 7 سنين الناس عمالة ترخص في العربية. أنت متخيل ده؟ العربية GMC، متخيل يعني إن أنا بعد 7 سنين تتاخد مني عربية؟ فصعب جدا، يعني سبع بيوت ممكن تتخرب بسبب موقف زي ده. طب الناس دي تروح فين؟ هو لو راح للوكيل هيقول له انا ماليش دعوه بالفتره اللي فاتت، ماليش دعوه بالقديم، انا ليا دعوه بالجديد. طب ما هو انت كده العلامه بتقع منك، لانك انت النهارده مش قادر انت تحمي علامتك. وكده بالطريقه دي ان انا ممكن اخاف. انا عايز اشتري عربيه، طب انا يا ترى اشتري ايه؟ ما انا اشتري بقى حاجه ايه مضمونه، يبقى انا اشتري بترخص في اي وقت، ابيع في اي وقت، كل الكلام ده كله. فعشان كده في مشكله. طب انا بقى لو انا عايز اشتري عربيه من الشركات الجديده دي اعمل ايه؟ يبقى انا لازم النهارده اشوف شركه يبقى دي اداره مكان ليها، ومنزله عربيه ونوع عربيه واثنين موديل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ويبقى هي هتبتدي تنزل بمراكز خدمه، قطع غيرها تبقى متوفره في السوق، ما يبقاش هو حاكمني بحاجه معينه. يعني لازم تبقى قطع الغيار موجوده في السوق، مش قطع الغيار تبقى موجوده عنده هو بس كالوكيل عشان هو يبتدي يشتري ويبيع فيا انا كصاحب عربيه. انت مديني عربيه عشان تخدمني، مش مديني عربيه عشان انت تفضل ترازي فيا. فما ينفعش. يعني انا لما بشتري عربيه عشان اكل عليها لقمه عيش، هي بتخدمني، وانت كمان بتساعدني ان انا ان هي العربيه بتخدمني، انت بتساعدني كقطع غيار، بتساعدني كصيانه بعد الاصلاح، بعد البيع، حد بيتابعني لو عندي مشكله، يعني كل الكلام ده كله. فالنهارده ان انا في ساعات يبقى شركات انت مش عارف لها اي مقر، يفضل الناس تتوه في المقرات، وتفضل الناس مش عارفين لها مفيش مراكز خدمه، او ما اي كلام في اي كلام، ناس عامله شغل كده اي كلام في اي كلام. لا، فانا النهارده يبقى شركه تبقى هي ليها كده مواصفات معينه. يعني احنا هنيجي اخيرا شركه تاتا، كل الناس طبعا كانت عندها خلفيه عن التاتا من زمان قوي، ان التاتا دي خربت بيوت ناس كتير معاك، لكن هي نزلت بموديل واثنين وثلاثه واربعه. هي طبعا انا مش بعمل لها اعلان، بس انا النهارده بشوف بقى انا ايه الشركه دي بتفكر ازاي. يعني الشركه عندها مقر فين؟ في سعد الدين الشاذلي. مقر في سعد الدين الشاذلي. وعرفت كمان ان هي اي حد مديه لموزعين. يعني الشركه MTI دي
مديه لموزعين، ولازم اعرف انا الشركه دي بتشتغل في ايه. كل الكلام ده كله على فكره الفتره الجايه احنا ان شاء الله هنصور العربيه. انا بحب تملي اصور على الطبيعه، اصور العربيه واصور واشوف المواصفات، ونسال في كل تفصيله بالنسبه للعربيه عشان الناس تطمن. العربيه عارف سعرها دلوقتي 875. لازم نشوف بقى انت خدمتكم ايه، قطع غير ده هل الاقيها في السوق، ولا انا افضل انا بقى ايه الف وادور وما الاقيش اي حاجه ليها كده. يعني هي دي الحاجات اللي انا اتسال عليها. طب الاداره، هل ممكن ان انا لو انا عندي مشكله ارجع للشركه، يبقى الشركه دي ليها كيان وليها ارضيه صلبه اقدر ان انا اروح، يعني اروح لو في مشكله معاها، مشكله تراخيص، مشكله صيانه، مشكله انا الله لا يقدر عندي عطل في العربيه، عطل خبيث يقدر ان هو يحله. كل الكلام ده كله انا لازم اطمن عليك بقى اطمن عليك كصاحب عربيه. لان انا مش هشتري عربيه واقول سلام عليكم وخلاص كده، لا، ما هو في حاجات من بعد ما بشتري العربيه، في انا عايز يتخدم عليا، وانا ده هو ده دور الشركه. فعشان كده كان مهم جدا ان احنا ان شاء الله هنبتدي في موضوع شركه تاتا، لما ان شاء الله الحاج احمد يشتري، يعني يجيب العربيات وكده وتبقى عنده العربيات، هو واخد موزع على بالنسبه لبورسعيد ودمياط وكده. هنجيب العربيه، هنروح نصور معاه ونساله ونصور العربيه بتفاصيلها، هنصور العربيه بتفاصيلها ونسال بقى الاسئله اللي احنا عايزين نسالها. ساعات الاسئله بتاعتي بتزعل ناس، بس انا النهارده بحافظ عليك انت كصاحب عربيه. انا ما يهمنيش اي حد يزعل او كده، ما ماليش دعوه. انا يهمني صاحب العربيه دي ما يجيش بعد كده يجي يفضل يشتكي عربيه فيها مشكله اصلاح، فيها مشكله صيانه، فيها مشكله تراخيص، فيها اي مشكله في الورق. فلازم الكلام ده كله احنا نطمن الناس عليه. عشان كده ان شاء الله الفتره الجايه دي هنشوف موضوع شركه العربيه التاتا دي، وعندهم موديلات كتيره، فده يطمني. يعني يطمني الناس جايبه قلاب وجايبه اعتقد 5 6 موديلات من العربيات، وجايبه الدوبل كابينه وجايبه التمناي. يعني ناس نزل بتقلها، معنى كده ان هم عايزين يستمروا في السوق. وبعدين عاملين ظاهرين دول احنا اهو مكاننا اهو، العنوان في الحته الفلانيه، حاجه ظاهره، حاجه واضحه. عشان كده كان مهم جدا ان انا اقول الكلام ده، ان ازاي انا اطمن في ان انا اشتري عربيه من شركه وما الاقيش نفسي لبست في الحيط. ما هو 7 تنفار، وقبل كده كان في كذا حد كلمني، اتنين اعتقد من البحيره، ومش عارف في 4 5 من اسكندريه كلموني على موضوع مشكله العربيه GMC. فمش هم الناس دي مش عارف هم هيروحوا فين، ده ما فيش حد قادر يحل معاهم. عشان كده باذن الله الفتره الجايه احنا نطمنكم على كل حاجه بالنسبه للعربيه التاتا. لسه براند نازل جديد، موديل شركه جديده نازله عندنا، كانت موجوده عندنا من فتره، والناس ابتدت متخوفه منها. لا، احنا نطمن من الاول، نطمن الناس عشان لما تروح تشتري يبقى انت عارف انت بتشتري ايه. تمام كده، صباحكم زي الفل. انا كنت معاكم عزت المصري. الفتره الجايه هنصور مع الناس بتوع GMC ونشوف هي مشاكلهم ايه، ونحاول ما اعرفش يعني الصراحه، نعرض مشكلتهم ونحاول في ايه ممكن تتحل ازاي الموضوع ده حقيقي، يعني لان هم هيروحوا فين؟ ما الوكيل رفع ايده والناس القديمه خلعت خلاص، واحد ما عرفش ايه والتاني شال الجريمه، فدي مشكله. الراجل ده يعمل ايه؟ صباحكم زي الفل. انا كنت معاكم عزت المصري. مصر ما تستاهلش مننا كده. مصر احنا في الوقت ده عايزين كلنا نتكاتف، عايزين كلنا يبقى في نتكاتف مع بعضنا، يبقى وفي لو في مشكله نحاول ان احنا نحلها، لان ده مش احنا، دي مش من طبيعتنا كمصريين، مش من طبع البلد ان هي تبهدل اي حد من ولادها وكده. يعني ما يبقاش واحد اشترى عربيه ودافع فيها نص مليون جنيه، كارثه يعني، او 750 الف جنيه او 800 الف جنيه او 900 الف جنيه، ويحصل ده. ايه اللي بيحصل؟ انا نفسي مش عارف. صباحكم زي الفل.